اداء زفت زائد خساره يساوي مدرب ما عندوش فكر، لعيبه ما عندهاش دم. نلعب كونفدراليه لما نكون مركز ثالث، ما احنا ما بننافسش اي فريق، ما احنا مش بننافس فاركو، ده احنا بننافس الزمالك وبيراميدز. نلعب بقى كونفدراليه بعد ما نوصل مركز ثالث. ليه بقى؟ لان عندنا شويه لعيبه زباله. اللاعب يا اخي ما فيش روح، قسما بالله ما في روح. اللاعب ما عندوش دم، ما عندوش دين، تحس اللاعب كده ما فيش في الملعب. اللاعب ما بيأديش، اللاعب مش بيموت على الكوره، الكوره اتاخدت مني اقف اما تجيلي. ما فيش لاعب عنده دم. المدرب ما عندوش فكر. المدرب شوف المدرب ماشي على هوا اي حد يقول له اعمل اي حاجه. المدرب ما عندوش فكر، ما عندوش شخصيه. الله يرحم مارسيل كولر يا اخي، الله يرحم مارسيل كولر. في اول موسم كان بينيم افريقيا من المغرب، كان بيروح كاس العالم بينيم الفرقه كلها من المغرب. لكن ده مدرب هيلعبنا كونفدراليه وممكن ما نوصلهاش، ممكن ما نوصلش للكونفدراليه بسبب لعيبه ما عندهاش دم. شفت عماد النحاس؟ شفت عماد النحاس المواسم اللي فاتت، في اخر الموسمين اللي فاتوا كان بيمسك الفرقه بعد اي مدير فني يمسك اي فرقه ينتشها 6-4-5. اقل فرقه لما كانت تاخد 3-0 الفرقه كانت بتبقى طالعه بترقص. دلوقتي طلائع الجيش اللي عنده 22 نقطه بالعافيه، كان عنده 18 نقطه قبل ما يلعبنا، 19 نقطه قبل ما يلعبنا، دلوقتي عامل علينا ماتش تاريخي. اللعيبه بتلعب اللعيبه عندها دم، مش زي عندنا لعيبه ما عندهاش دم. مدرب ما عندهوش فكر. ده يكمل معانا لنهايه الموسم؟ ده لو كمل معانا لنهايه الموسم هيهبطنا. لو كمل معانا لنهايه الموسم هيهبطنا درجه رابعه، مش درجه ثانيه ولا درجه ثالثه. ايه القرف ده؟ دي لعيبه اللاعب فيهم بيطالب ب 100 مليون. قال لي ديانج انت عايز تجدد له بمليون و800 الف دولار. اللعيبه مش فاضيالك. اللعيبه اللي عنده اعلان يروحوا، اللي عنده رمز يروحوا. اللعيبه مش فاضيالك، اللعيبه مش فاضيالك. اللعيبه دلوقتي بتبص للفلوس، بتبص للسوشيال ميديا، ما بتبصش للعب. مفيش لاعب عنده شخصيه. هات لي لاعب واحد في النادي الاهلي حاليا عنده شخصيه، طلع تريزيجيه باستثناء تريزيجيه. هات لي لاعب واحد حاليا بالمدرب، هات لي المدرب ذات نفسه عنده شخصيه. مفيش شخصيه، مفيش فكر. هات لي جمله واحده اتعملت في الملعب غير اي كوره تروح لمحمد هاني يرفع عرضيه للعيبه. ترفع عرضيه وانت ما عندكش مهاجم. مروان عثمان اوتاكا مش مهاجم، ما بيعملش حاجه. بن شرقي مش مهاجم. اللعيبه دي كلها ما ينفعش تلعب عليها عرضيات، لازم تلعب كره على الارض. عندك فرقه بمليار جنيه ومش عارف تلعب بها كوره. هتلعب كوره بايه؟ بفرقه مين؟ نجيب لك مين تلعب بها كوره؟ نجيب لك باريس؟ يا اخي ده انت مخلي طلائع الجيش واحنا بنلعبها الفرق الميته دي قدامنا زي باريس سان جيرمان. مش عارفين نفوز، مش عارفين نعمل حاجه، مش عارفين. تخيل كده الاهلي بعد ما دخل في جون مفيش الشخصيه، مفيش ان انا عايز افوز، مفيش ان انا عايز اخد الدوري. ده الجمهور بتقول لك خلي عندك دم، خلي عندك دم. مفيش دم. ليه بقى مفيش دم؟ ليه؟ لانك انت محتاج فلوس، اللاعب محتاج فلوس. الجماهير من اول ما الجون دخل فينا وهي عماله تتكلم صوتها اتنبح. شوف 90 دقيقه الجماهير عماله تهتف. الجماهير تعبت، والله الجماهير تعبت اكتر من اللعيبه. الجماهير اتحرق دمها. راح جايب مهاجم اسمه كاموش. بيعمل ايه كاموش ده؟ وريني كاموش عمل ايه. مستبعده. تدفع كام في كاموش ده؟ 600 الف دولار. رحت سبت ابراهيم دياباتي. فين ابراهيم دياباتي دلوقتي؟ في الدوري الاسباني. شفت بقى؟ ده خطا اداري، خطا اداري. جبت مدير فني مفلس، مدير فني لما بدا بس كان اللعيبه بس هي اللي كانت سخنه معاه خد الكاس من الزمالك. بس بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هنروح مع الترجي هناك نشيل من الترجي وتبقى فضيحه بجلاجل. انت دلوقتي قدام طلائع الجيش وخسرت، هتعمل ايه قدام الترجي؟ هتعمل ايه قدام الترجي في رادس؟ شوف بقى اجواء رادس وقرف رادس، هتروح باللعيبه وبالاداء الزفت ده؟ هتعمل ايه؟ تخيل لو لقيت نفسك كده بعد 6 ماتشات لقيت نفسك في الكونفدراليه. مش بعيد، بعيد ازاي وانت خسرت من طلائع الجيش؟ ما تلعبش لا كونفدراليه وانت طلعت من طلائع الجيش. ممكن تلعب كونفدراليه عادي جدا. اصل بص، عادي جدا طول ما انت ما فيش جهد، طول ما انت ما بتعافرش هتلعب كونفدراليه. ممكن ما تلعبش كونفدراليه يا عم، تاخد التيره، ممكن ما تلعبش كونفدراليه. ما انت ما عندكش مدير فني، ما عندكش مدير فني عنده شخصيه. في مدير فني تلاقي عنده شخصيه بس ما عندوش ما عندوش فكر. عنده يعني فكر بس بسيط. وفي مدير فني تلاقي عنده الشخصيه، ما عندوش الشخصيه بس عنده فكر. يسترب لا عنده شخصيه ولا عنده فكر. اللعيبه لا عندها شخصيه ولا عندها فكر. اللاعب يبقى مكسر الدنيا بره، يجي عندك يشم الفلوس بس ويدوق الفلوس، ينسى نفسه، ينسى هو كان فين. بيراميدز فازت. شوف بيراميدز فازت على البنك الاهلي. البنك الاهلي مش سهل. بيراميدز فازت على البنك الاهلي، بقت المركز الاول. بكره الزمالك بدون منازع
هيفوز على انبي، يبقى هما الاثنين المركز الاول واحنا نلعب تحت. نلعب بقى في اي حاجه تحت، نشوف هنعمل ايه تحت مع مين. نشوف هنعمل ايه. ما احنا جاي لنا ست فرق تقال. جاي لنا 6 فرق تقال. هنعمل ايه في ال6 فرق التقال اللي جايين لنا دول؟ طلائع الجيش اللي في المركز ال 15 غلبتنا. غلبتنا، ويا ريت غلبتنا واحنا عملنا حاجه، يا ريت في رد فعل. الاهلي زمان كان لما يجي فيه جون تلاقي ايه ده اللي بيحصل؟ الاهلي بيتحول 180 درجه. بتلاقي اللعيبه بتجيب الثاني والثالث والرابع، تفتح خلاص على كده. عماد النحاس الموسم اللي فات لما ساب مارسيل كولر ومسك بعد عماد النحاس، عماد النحاس فرتك اي فريق جه قدامه. كان يمسك فاركو ينتشوا 4، البنك الاهلي ينتشوا 5. كان بيمسك اي فريق بيعدم ويعافي حرفيا. دلوقتي انت عندك مين؟ يسترب المدرب الهجومي اللي دخل فينا 19 ماتش دخل فينا 18 ماتش تقريبا من 18 هدف من 19 ماتش. انت متخيل؟ تخيل الدفاع عندنا مستباح ازاي. ما تجيش بقى تقول لي محمد الشناوي هيشيلها ولا ايه؟ امام عاشور هيعمل ايه؟ اللعيبه كلها زباله. ما تجيبش لاعب واحد وتلومه، اللعيبه كلها زباله. اما تلاقي مدير فني بيلعب اليو ديانج ومروان عطيه قدام طلائع الجيش، يبقى ده مدير فني؟ يبقى ده مدير فني؟ ما انت بص كده بالعقل. طلائع الجيش دي انا لازم افوز قدامها. لازم افوز قدام طلائع الجيش، لازم افوز. فاعمل ايه بقى؟ العب احمد السيد زيزو جنبه امام عاشور، يبقى انا كده عندي فريق 5 في الهجوم. مين اللي يغطي وراهم؟ اليو ديانج او مروان عطيه عادي. شوف اللي احسن ولعبه بوجهه نظرك بقى، لعب اللي احسن، ناخد على قد عقله. لعب اليو ديانج او مروان عطيه، الاثنين اللي احسن فيهم لعبوا يا عم. يبقى انت كده عندك فريق هجومي. في الدفاع زي ما هو، سيب الدفاع زي ما هو. لكن انت دلوقتي عندك اليو ديانج ومروان عطيه، هتهاجم بمين؟ يا حبيبي؟ اليو ديانج يلعب مركز 8. طيب ماشي، هنشوف. شفنا اليو ديانج ولعب مركز 8، هيودينا المركز الثامن دلوقتي. اليو ديانج هيودينا المركز الثامن. اداء زفت. ليه بقى؟ لان اللعيبه زفت. ليه بقى؟ لان المدرب زفت. ليه بقى؟ لان انا ممكن نلعب كونفدراليه. انت بتقول لي انت معلق ليه دلوقتي عن كونفدراليه؟ لان ممكن نلعبها. انت مستهتر ليه؟ ممكن نلعبها يا جدعان. بتفوقوا. انتوا نمتوا؟ مش شايفين المدير الفني عامل ازاي؟ مش شايفين الاداره بقت كل عماله زفت فوق زفت، والجماهير اللي تشيل زفت فوق زفت ويتحرق دمنا، زفت فوق زفت، والنادي الاهلي اللي يشيل وكيان النادي الاهلي اللي يشيل. جايبين لنا احمد عيد عشان يشيل لنا. ما لعبش احمد عيد، ما انا عارف ان هو ما لعبش، بس دي صفقه لها لازمه. عمر الجزار ما لعبش. كاموش ما لعبش. 3 صفقات ما دخلوش القايمه. سيبك من احمد عيد، 3 صفقات ما لعبوش مع النادي الاهلي اللعب اللي احنا شايفينه. دفع في عمرو الجزار 60 مليون والدفاع عندك عامل كده. ايه القرف ده؟ اكتر من مليون يعني قول مليون ونص. مليون ونص في لاعب مدافع مصري. انت متخيل مليون ونص دولار في مدافع مصري؟ شايف الاداره عامله ازاي؟ شفت خطأ في الاداره ساذج. كفايه لحد كده، اتحرق دمنا خلاص، كفايه لحد كده. هنشوف النادي الاهلي هيعمل الفتره الجايه. اعتقد ان عماد النحاس هيكمل مهمه المدير الفني، ويسترب اعتقد ان هو يكون خارج النادي الاهلي الفتره الجايه. اشوفك بخير الحلقه الجايه، وان شاء الله نشوف الاهلي بخير الفتره الجايه بعد رحيل يسترب. انا بقول لك ممكن تلاقي رحيل يسترب الفتره الجايه، ونشوف اللعيبه اللي هتحرق دمنا ده. هنشوف النادي الاهلي يعمل فيها ايه. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.